السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله يا رب العالمين. المهم غادي نتكلم لكم اول شوية على هادو، ماشي كاملين غادي ننزلهم لان كاين حاجات كثيرة. شفت في التعاليق الفيديو السابق اللي نزلت على المكملات وكنت بينت هذه من داك الكوموند اللي كان جاني فيه الحاجات ديال الاخوات في الله، ولكن قلت لكم هذا ديالي انا، وبغاو الاخوات واتصلوا بيا في الخاص بغاو يعرفوا لمن هذا كيصلح. المهم ان شاء الله يكون الفيديو باين ان شاء الله وواضح. ديك الساعه غادي نتكلم لكم على الميكروفيجي. الميكروفيجي هو عندك نكون قلتها غلط، هذا انا جبته بالنسبه القولون العصبي. القولون العصبي هو عرق بومزوي، لان عرق بومزوي تقريبا كلشي كيعرفوا ومرض يقولوا مزمن، ولكن كل داء له دواء. الله سبحانه وتعالى كيقول ما فين شكون اللي فين كتبوها، المهم هذا اللي كنعرف، كل داء له دواء. بالنسبه لي انا سنين طويله كنعاني بهذا القولون العصبي. كيعطيوني الدواء ديال الطبيب ولكن ما فيه حتى شي فائده. المهم دابا كناخذ المكملات، قلتها لكم المره اللي دازت، الخماسي ساعدني بزاف. بالنسبه فيه عرف الاسد، عسل المولتي، فيه الفيت الريشي، فيه سبيرولينا وواحد الحاجه اخرى كنت خديت معهم المثلث الذهبي. اما هذا يلا خديته، وهذا راه صالح مكنسة القولون. هذا كيقولوا له مكنسة القولون. هذا اي واحد كيعاني بالمصران ياخذ هذا، هو راه داير بحال هذاك الشيء ديال البابل داخل، وملي كديري واحد المعلقه وكديري عليه الماء اكيد تتحركي مزيان وتم تكوني جالسه، لان كيقولوا الشرب بالوقاف ماشي مزيان، من الاحسن تكوني جالسه وتكوني جلسه مستقيمه وشربيه ديريكت، لان الا خليتيه غير شويه كيرجع بحال الجاو، كيرجع ثقيل. لهذا من الاحسن شربيه دغيا، ولكن لازم تشربيه مزيان. احسن حاجه اللي غادي ديري تعبري واحد القرعه ديال اليوترو وكتحطيها قبالة عينيك، ولا كان من الاحسن تكون زرقاء ولا فيها شي لون باش كتبان لك مزيان. كل مره مشي شربيه وشربي اتاي، وملي كتشربي اتاي الا كنتي عاد تشربي اتاي ديال الشركه داك الشاي الاخضر ما شاء الله عاود فيه فوائد كثيره، ولكن ملي تاخدي هذا لازم تشربي مزيان. وهذا كيصلح حتى الناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن، العيالات اللي ولا البنات اللي بغاو ينقصوا في الميزان، هذا راه زوين بزاف وطبيعي 100%، ما فيش حتى شي مواد حافظه اللي غادي تضرك. انا كنعرف بزاف ديال الاخوات اللي خداو داكشي اللي كيديروا في الاشهار، جاتني عطسه مشات، كياخذوا هذاك الشيء اللي كيجي في الاشهار، هذا كينقص، هذا دغيا غادي تنقصي، وكاين بزاف اكثرهم حاجات راه كلهم على الاشهار. غادي نكونوا واقعيين لان فيهم بزاف ديال الحاجات اللي ماشي مزيان للصحه ديالنا. اما هذا بحثوا عليه وغادي تقراو عليه في الجوجل، ولكن يكون ديال الشركه ديال ديكس، اما فيش المواد الحافظه نهائيا، كله طبيعي 100%، وفيه كل حاجه اللي كيحتاجها القولون. لهذا كينفع القولون المصران، اللي عندها مشكل مع المصران تاخذ هذا مكنسه القولون. انا ديك المره باش نضحك مع سميره قلت لها وياك ما مكنسه كهربائيه بحال داك الشكل، لان اللي جربات وشرباتو عندنا في الجروب كتقول عليه غير الفوائد زوينه، واي حاجه قالوها في الحق ديالو قليله فيه. حتى بالنسبه للاخت سميره اللي في المغرب حتى هي كتاخذو، قالت لك حتى باش الا بغيتي، لانه هو شويه بحال اللي قلت لكم بحال داكشي ديال باب شنو كيقول، بحال الشيء ديال سيريلاك هكا، ما عرف واش غادي يبان لكم الريحه، ولكن ما تقدروش شميتو غير شي حاجه قليله شميتوها. ها هو المهم، حتى هي الطريقه اللي كدير ملي كديروا كدوزو في الماكينه بحال ملي غادي دير العصير، ماشي ديروا بالحليب ولا شي حاجه، بالماء كتخلطوا مع الماء، كدوزو في هذيك الطحمو شويه باش دغيا كتشربوا. ولكن حتى الا خلطتيه دغيا تم وشربتيه
راه عرفتوا بالنسبه الاخوات اللي بغاو ينقصوا في الميزان، كيشبعهم الطريقه باش تاخديه تنقص الميزان بوحدو، والطريقه باش تاخديه يشطب لك المصارن ديالك وينقي لك المصران الا تما شي ميكروب الا تما شي اي حاجه في المصران ديالك غادي تخرج، ولا غادي تشوفي كلشي اعزكم الله حتى في المرحاض غادي يبان لك الفعاليه ديال هذا المنتوج. كاين جوج ديال الطرق. المهم هذا للقولون العصبي العرق بومزوي اللي عندها مشكل مع المصارن ديالها، راه هذا مكنسة القولون، فيه فوائد وفيه بزاف ديال الفيتامينات، اي حاجه اللي محتاجها المصران ديالنا راها في هاد ميكروفيجي، راها هنايا. هذا راه روعه، لهذا ما جاش وقالوا الثمن ديالو، هذا الثمن ديالو شويه ولكن يستاهل. بالنسبه لي انا ضيعت فلوس كثيره، كل حاجه كانوا يقولوها لي كناخذها، هذه ب60 هذه ب70، الا درت الحساب فلوس كثيره اللي ضيعت حتى نتيجه ما شفتها. ولكن انا دابا غير يلا بديت في هذا والاخرين ما شاء الله النتيجه روعه. انا كنتكلم على التجربه ديالي وعلى الاخوات اللي قراب ليا التجربه ديالهم، راه هذا نهار اللي تاخديه المصران ديالك غادي ديك الساعه تقولي الحمد لله يا ربي الحمد لله. هذا ما عمر تندمي عليه. نزلت هادو لان رجعت كنسمع بزاف ديال العيالات كيتشكاو من الركبه، من هو لان كيجي من تحت الظهر وكيمشي الركبه، كيدار الركبه، كاين اللي كتنتفخ لهم، كاين اللي ما تقدر تفتحها ما تقدر تجمعها، عندها جلست بزاف غادي تنوض كضرها. المهم هذوك الاعراض كثروا بحال هادو. نورمال هو لازم تاخدي حتى الحاجه ديال الداخل، لان ملي كيكون كلشي الفيتامين ديالك متقاد في الذات ديالك الداخل هو الاول اللي مهم. ولكن انا حتى على برا كان نزيد حتى هادو، انا راه كناكل الحمد لله المكملات ديالي كناخذهم، وباش كان نزيد ندير المساج لان حتى هذوك ديال المساج شريت زيوت ما عرف شنو كاع عندي في الدار، شي نهار الا بغيت نجمعهم ونوريهم لكم غادي تخلعوا وشحال ضيعت ديال الفلوس، ولكن بلا فائده غادي نكونوا صريحين. النهار اللي بديت بزيميكو، هذه الكريمه ديال زيميكو وهاد زيت الجانو كنخلطهم مع بعضهم، كنشبر هذيك الركبه ولا تحت الركبه ولا في الظهر ولا في المفاصل ديالي في كيضرني، كنسخنهم. كتسخنيهم بطريقه تسخني الفوطه بالماء سخون وتعصريها مزيان وتبقاي تسخني دوك الاماكن. انا كندير ديك الوساده اللي معمره بداك العظم ديال حب الملوك، ولا كاين عندي وحده معمره بالشعير كنخشيها في الميكرو كتسخن وكنكمد بها وكنشبر هاد الخلطه. تكون نخلط الكريمه مع زيت الجانو وكندير مساج لهذوك الاماكن. وبعض الاحيان كنشد الباندا وكنلوم. دابا الحمد لله ما كنديرهاش لان صافي الحمد لله الركبه ديالي رجعت كما كانت في الاول. كنت ندير نعاون في الليل من بغي نعس ولا من نكون غادي نجلس ونرتاح على الفوتاي في الصالون، كندير واحد الباندا لان هادو كيسخنوا لك المفاصل ديالك وكيعطيو لك واحد الراحه لهذاك الالم المفاصل الظهر الركبه. بالتجربه ديالي انا اللي الاخوات كثار راهم كانوا متبعيني في التيك توك اللي كندير اللايف كيفاش كانت الحاله ديالي كيفاش كنت وكيفاش رجعت، لان انا عندي قصه مع هاد المكملات ديال الشركه ديال ديكس ان اللي عمرني ما ننسى هاد القصه ديالي معاهم. ما شاء الله تبارك الرحمن، عطاوني واحد النتيجه روعه، النتيجه اللي ما كنتش انا منتظراها حتى لهذيك الدرجه. كنت كنقول ولكن ما كانتش على البال ديالي غادي تعطيني هذه النتيجه كامله. وبغيت نقول لكم هاد المونينزي هذا راه خنيشات هما هنايا، هذا باقي جديده راه عندي اللي مفتوح ما جبت لكمش. تشوفوا خنيشات كيكونوا كديريها في الماء الطايب، اما كتشربيه سخون بحال اتاي بحال داكشي ديال ايس تي، اما تشربيه سخون اما تشربيه بارد. انا بزاف الاخوات وانا وحده منهم فضلتو كنشربو بارد. انا كنديرو الاول في الماء الكاس سخون وملي كيبرد كنشبر كنكبو في القرعه ديال اليوترو وكنقطع سيترون الحامض وكنخشيه تما وكنديرو نشربو بارد، روعه منعش. وهذا دابا حنا مقبلين على الصيف، هذا طبيعي وفيه الفلفل الريشي واصلا حتى هو راه فيه الليمون الحامض وفيه هاد الورقات دايرين بحال الورق ديال النعناع، ماشي النعناع،
زوين بزاف تعدلي به لاكلاص لوليداتك. راه دوك القوالب ديال دوك الفورم باش كتعدلي لاكلاص لوليدات راه كاينين 5 دراهم 20 درهم، ماشي غاليين. كتشبري تاخدي غير واحد الخنشه وكديري بها قرعه ديال هذا العصير، وكتعدل لك مع شحال د لاكلاص للوليدات، وفي نفس الوقت لاكلاص طبيعي وماشي غير للدراري، حتى حنا راه كنبغيو نتبردوا في الصيف وكيعجبنا ومنعش. هذا النهار اللي تجربوه منعش وكيعطيك واحد الطاقه واحد انرجي سبحانك الله العظيم. طولت عليكم. المهم هذوك الاخوات ان شاء الله نكون شرحت لهم على هذا اللي سولوني في التعاليق وفي الخاص. انا خديتو ليا المصران هو عرق بومزوي. الا كان بغيتوا عاد تعرفوا شي حاجه اخرى اكثر خليوها لي في التعاليق نشرح لكم اكثر، لان ما نقدرش نطول الفيديو باش ما يجيش ممل. ودابا بغيت نقول لكم انا عندي القزبر هنايا تبارك الله صلى على النبي. غادي نحيدو غادي ندير له هكذا. شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله، واحد الرائحه غزاله، واحد الرائحه غزاله وكبار كبر سبحان الله. دغيا كيشرب ماشي الشرف ولا كيفاش كيقولوا دغيا وصل زعما. وغادي نعمل له كله هكذا وغادي نشبرو. مشيت نقلب هنا. غادي نغسلو اكيد، غادي نغسلو، غادي ندير له واحد الطريقه ماشي ديال المجمد. شفت واحد الطريقه الفول ديالي تقاربت مسكينه. انا غادي نجي عندكم وندير لك العمليه. هذه ديال الفول اللي هنايا دارت تبان لي مسكينه تقرضات، ولكن غادي ندير لها واحد العمليه. الشال ديالي تفتح. شوفوا هذه ديال الشال فتحت ليا. خير ان شاء الله. يا اختي خير ان شاء الله. وعندي هنايا واحد هاد الورقات ديال الكرافس هذا يلاه عاد ما وجدتش بزاف، ولكن راه كاين بزاف هنا ديال القزبر اللي خصني نحيدو. غادي نديرو كلشي هكا وغادي نعاود نغرس من جديد. شوفوا تبارك الله صلى على النبي. شوفوا هذا كرافس، هذا الكرافس. ما شاء الله شكون اللي بحالي كتعجبو الخضوره. شوفوا تبارك الله والله واحد الرائحه ما خصني نحلفوا لو كان كتوصلكم هذه الرائحه ديال هذا القزبر. شفتوا زوين، القزبر زوين، الخضوره شركه ديكس ان الخضراء سبحان الله. شوفوا هذه فيها الخضر، الشبكه فيها الاخضر، هذا فيه الاخضر، الوان ديال الطبيعه. هذه الشركه عندها الالوان ديال الطبيعه اللي كيعطيك واحد الطاقه ايجابيه وطاقه زوينه. وشوفوا القزبر غير خليته انا كبر شويه زعما وصل شويه، ولكن معليش انا غادي نمشي ندير به واحد البرمه ديال شوربه سنتير، شوربه لسانتير جهه شرقيه كيديروها على حقها وطريقها. هما اللي معروفين بسميتو، هما اللي معروفين بهذا شوفوا اخوتي، شوفوا كي جيتكم. وشوفوا حتى انا لابسه الغوز. ايوا شوفوا القزبر شحال. يا سلام اللي صوبتي بهذا القزبر غادي يجي شهوه منه، غادي يجي زوين. تبقاو تغرسوا شويه القزبر، شويه المعدنوس، شويه الكرافس، شويه الفلافل، واخا غير جرده قد هكا، غير شويه من الحاجه، غير 4 كيلو من الحاجه. واش غادي نقول لكم؟ طولت الفيديو عليكم، قولوا لي سيري ديري شحالك. المهم خليت لكم الراحه والسياحه.